بخصوص جريمة صنعاء القديمة والتي تم قتل فتاة على يد شاب يدعى إبراهيم شريم. الفتاة يقال أنها من تعز وتسكن في باب اليمن. القاتل المعدوم من الإنسانية والرحمة تم قتل الفتاة وقطع جسدها وتخلص من أجزائها وقام بتوزيعها في عدة أماكن، بما في ذلك رمى أجزاء صغيرة منها بمجاري منزله. وقعت الجريمة قبل نحو أسبوع بالتزامن مع بلاغ عن اختفاء الفتاة. منذ ذات الفترة الجريمة حدثت في حارة الفليحي بصنعاء القديمة، وتم اكتشاف بعض أجزاء الجثة عن طريق المصادفة، حين استدعى أحد جيران منزل الشاب عاملا لفحص المجاري وصيانتها، ليتفاجأ العامل بوجود يد بشرية بداخلها. وعلى الفور تم إبلاغ السلطات التي حضرت إلى الموقع وألقت القبض على الشاب. وخلال التحقيق تم العثور على بقية أجزاء الجثة داخل أكياس شوايل موزعة في مواقع مختلفة، منها حارة الفليحي وحارة العالمي. الجثة كانت مقطعة بالكامل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الجريمة مخيفة وبشعة هزت أهالي الفليحي والمناطق المحيطة بها. الجدير بالذكر أن الجريمة تتعلق بفتاة واحدة فقط، ولا صحة لمن يشاع عن اختفاء أو مقتل 4 فتيات كما تم تداول البعض.